ده احلى حلا هتعملوه في حياتكم بجد. سهل جدا وسريع، ما بياخدش وقت خالص، ما بياخدش مكونات كتير، وطعمه بجد تحفة وبيوديكي في حتة تانية. من حلاوته كده ما كنتش قادرة اقاوم، ريحته كانت فظيعة وقلب البيت، والمكونات بتاعته سهلة جدا. تعالوا اقول لكم الطريقة. في طاسة عندي حطيت معلقتين سمنة، بعد كده نزلت عليهم بكوبايتين دقيق، اي نوع دقيق عادي. بعد كده تقلبي كويس، لازم الدقيق ده يدوب كده في السمنة. بعد كده كان عندي كوباية لبن بودرة، يعني كوباية صغيرة، ضفتها على الدقيق وبدأت أقلب كده كويس. خطوة التقليب دي مهمة جدا، لازم تقلبي كويس علشان الدقيق يتحمر معاكي. أول ما تشمي ريحة الدقيق واللبن كده يبقى كده خلاص. بصوا هنا خلاص بقى، كانت الريحة فظيعة. كان عندي 3 كوبايات لبن، نزلت عليهم بمعلقتين سكر كبار، بدأت أدوب كده السكر في اللبن. لو الدقيق سخن لازم اللبن يكون بارد، لو اللبن سخن لازم الدقيق يكون بارد. بعد كده ضفت عليها نص معلقة فانيليا وبدأت اقلب تاني كويس، لازم السكر يدوب في اللبن. وبعد كده هاخد الخليط ده اضيفه على الدقيق واللبن البودرة. بصوا اهم حاجة الخطوة الجاية، خطوة التقليب، لازم تقلبي كويس جدا عشان ما يحصلش اي تكتلات. الدقيق ده لازم يفك كويس جدا. هنا بقى استخدمت المضرب، بدأت اقلب كويس، طبعا كل ده على نار متوسطة خالص، يعني النار بتاعتك توطيها على الاخر وتبدأي تقلبي كويس. بصوا هنا كان في شوية تكتلات، قلبت بقى كده كويس لحد ما القوام بدأ يتقل معايا خلاص. بصوا مرحلة التقليب دي لازم تاخد وقت كده لحد ايه ما توصلوا للقوام اللي انتوا عايزينه ده، اللي هو قوام تقيل وفي نفس الوقت الدقيق خلاص يكون يعتبر كله داب. بعد كده بقى تجيبي الكوبايات او الكاسات بتاعتك وتضيفيها فيه. وهنا بقى نعمل الطبقة التانية. في الخلاط بتاعك جبت كوبايتين او 3 معالق كبار كاكاو، بعد كده نزلت عليهم ب4 معالق سكر وشوية لبن بارد. لازم اللبن في المرحلة دي يكون بارد. بعد كده بدأت اضرب كده شوية شوية لحد ما اداني قوام تقيل زي ما انتوا شايفين كده. اعملوا الصوص ده في الخلاط عادي جدا. بصوا القوام كان تقيل جدا وحلو قوي. طبعا انا القوام ده لازم اخففه شوية بشوية لبن بارد برضو. بدأت انزل بقى على الخليط بتاعي وافرده كده. عايزه اقول لكم الريحه كانت فظيعه والصوص ده كان تحفه بجد، من احلى الحلة اللي هتعملوه، مش هياخد منكم وقت خالص وطعمه فظيع، لازم تجربوه.